هو ايه اللي بيحصل لنا بالظبط كل مره بناخد فيها اجازه طويله ونرجع للشغل؟ سمعت حد بيقول مصطلح عجبني جدا: انا وانا راجع للشغل بعد الاجازه الطويله بحس اني راجع انفذ حكم الاعدام. يا ترى ده دلع وتبطير على النعمه يعني، ولا هو بجد حاجه حقيقيه الواحد بيبقى حاسس بيها؟ ده بالظبط اللي هنتكلم عنه في حلقه النهارده. بس قبل ما نتكلم احب اعرفكم بنفسي. انا اسماء نصر، مدربه علاقات وانوثه. في ناس بتبص للموضوع ده من زاويتين: زاويه ان احمد ربنا ان محدش لاقي الشغل وده تكبر على النعمه وغيرك مش لاقي، وزاويه تاني فكره ان عندك حق جدا جدا، الواحد بيبقى حاسس فعلا انه رايح ينفذ حكم الاعدام. وخليني اقول ان الكلام ده مختلف لو هنتكلم فيه مع حد عايش في دوله عربيه، مختلف عن حد عايش في دوله اوروبيه. لان للاسف الشديد اغلب الناس اللي عايشين في دوله عربيه بيشتغلوا حاجه مش بيحبوها، وبيشتغلوا في ظروف شغل كتير منها بيبقى غير انساني. فطبيعي جدا جدا ان هو يحس ان هو رايح ينفذ حكم الاعدام. لكن اللي استوقفني جدا عند النقطه دي واللي خلاني اعمل الحلقه النهارده هي ربط الاحساس ده او المشاعر دي مع علاقتنا مع باقي الناس. فكره ان نتغلب ازاي عن المشاعر دي، وازاي ان احنا نقدر نوفركم او ان احنا نقدر ان احنا نتجاوزها ونعديها. اللي بيحصل ان احنا لما بناخد اجازه، مفروض في الدول المتقدمه يعني ان الواحد بيحصل له عمليه ريفرشمنت، عمليه كده ايه، اعاده تجديد ليه، ويرجع الشغل وهو سعيد وفريش كده ومستعد ان هو يبتدي حاجه جديده. لكن الحقيقه ان احنا لما بنرجع الشغل بعد اجازه طويله بنحس ان احنا تعبانين، متكسرين، مش قادرين، مش طايقين نفسنا، مش طايقين حقيقي اللي حوالينا، وبنطلع حاله من الغضب الشديد على الناس اللي احنا بنقدر نمارس عليهم الغضب، زي الزوجه، زي الولاد، زي الناس اللي احنا نقدر زي ما قلنا نمارس عليهم الغضب. وده مرتبط بحاجات كتيره جدا في علاقاتنا. فكره ان اي حد يبقى بيمر باي حاجه ضغطاه يبتدي ان هو يطلع كل اللي جواه على الناس اللي ليه upper hand عليهم، خصوصا الزوجه والولاد. طيب نتعامل ازاي مع كل اللي بيحصل ده؟ اولا محتاجين نشوف هو احنا ايه مشكلتنا مع الشغل. مشكلتنا مع الشغل حاجه نقدر ان احنا نصلحها؟ مشكلتنا مع الشغل ان احنا حقيقي بنشتغل واحنا مش راضيين على اللي احنا بنشتغله؟ مشكلتنا مع الشغل الاتموسفير او الجو العام اللي مش مريح؟ لازم نكون واضحين مع نفسنا، حتى لو وضوحنا مع نفسنا طلع سلبيات كتيره، بس لازم نعرف احنا ايه مشكلتنا عشان خاطر نعرف نتعامل. دي اول حاجه. تاني حاجه، نسال نفسنا لو الشغل ده مش موجود حياتنا هتبقى عامله ازاي؟ ساعات الحاجات بتبقى مؤلمه جدا زي ما الدواء بيبقى مؤلم جدا، بس قدام الالم ده في ايجابيات. لو انا مش قادر ان انا اتخلص من السلبيات اللي موجوده في الشغل، وخصوصا زي ما قلت في الدول العربيه مش قادر ان انا اتخلص من السلبيات اللي موجوده في الشغل، لازم على الاقل ابتدي ابص للايجابيات. والله انا الشغل ده هو باخد منه مرتب مش فظيع بس احسن من ما فيش. والله الشغل ده ساترني قدام بيتي، ساترني قدام مراتي واولادي. والله الشغل دوت اللي مخليني قدرت ان انا في فتره الاجازه اللي انا كنت قاعد فيها يبقى معايا فلوس اقدر ان انا اصرف على اولادي واقدر ان انا انفذ لهم حاجات كتيره من اللي عايزينها. والله ده انا شفت مثلا اهل غزه لما الحرب قامت ومبقاش عندهم شغل ومبقاش عندهم اكل ومبقاش عندهم اي حاجه، فعرفت ان مهما كانت الظروف اللي انا بشتغل فيها مش هتبقى صعبه زيهم. وابتدي ان انا ادور على ايجابيات. ليه الايجابيات؟ من باب شكر النعم. من باب شكر النعم. والله انت قدرت تغير الشغل ده وتروح لشغل احسن كان بيها، اتكل على الله. بس انت ما قدرتش تغير الشغل ده يبقى انت ما قدامكش غير ان انت تبتدي تشوف ايجابيات الحاجه اللي انت فيها. انا دايما باخد نفس الكونسبت ده او نفس المفهوم ده في العلاقات. انا جوزي فيه وفيه وفيه وعلاقتي بيه كذا وكذا وكذا واحنا مطلعين عن بعض واحنا قاعده اقول لها وبعدين انت ناويه تطلقي؟ تقولي لا مش هينفع اتطلق. طيب ايه رايك نحسن بنود الجواز، نحسن الحياه شويه؟ تقولي لا مش هحسن، احنا هنفضل مطلعين عن بعض. طب ليه يا حبيبتي؟ ما في الاخر انت وهو اكتر ناس مأذيين. مش في كده ساعات بيبقى فيه شروط للعبوديه، فيقول لك مصطلح تحسين شروط العبوديه. طب ما تحسين شروط الحياه. في ناس عندهم من الكبر وتقفيل الدماغ لدرجه ان هم متألمين ومأذيين الا ان هم مصممين ان هم يكملوا في الاذى.
افضل اكلم الست، طب ما تجربي تعمليه كويس، طب ما تعالي انا وانت نتكلم مع بعض ازاي نحسن العلاقه بينك وبينه، طب ما تيجي نعمل مثلا اوقات خاصه بينك وبينه شكلها كذا وكذا. تقول لي يا سلام وابسطه. يا ستي ما تبسطيه، ما هو لما يتبسط ده هيحسن ويبقى ليه امباكت او يبقى ليه رد فعل على علاقتك انت بيه. ولما هو علاقته تتحسن، علاقته باولاده هتتحسن، حياته العامه كلها هتتحسن، وبالتاكيد حتى لو بنسبه قليله علاقته بيكي تتحسن. تبقى رافضه ان هي تحسن علاقتها بجوزها لا يتبسط. والله ده اللي بيحصل. نفس فكرة الشغل ونفس فكرة تحسين بنودنا وتحسين علاقتنا بالشغل اللي أذينا أو اللي احنا تعبانين منه بس احنا مش قادرين نسيبه ومش هينفع نسيبه، نفس الفكرة في العلاقات. نفس الفكرة بالظبط في العلاقات. زي ما بقول لكم في ناس بترفض ان هي تحسن العلاقات، تخاف اللي قدامها يتبسط لمجرد ان هي حطته في دماغها، او لمجرد ان هو اذيها، او لمجرد ان هي مش مبسوطه معاه فهي مقرره ان هي تفضل هي وهو بينطحوا في بعض طول الوقت، ولا ان هي تبسطه في لحظه. رغم ان هي لو فكرت ان دي الحياه اللي هتكمل فيها، زي ما ده الشغل اللي هو هيكمل فيه، وان مفيش مجال ان هي تسيبه لاي سبب من الاسباب، زي ما فيش مجال ان هو يسيب شغله اي سبب من الاسباب، هتدور على اي بصيص امل تحسن شويه جوده الحياه. انت تعبان ان انت راجع من الشغل، ابتدي دور على اي حاجه ايجابيه فيه. انت مش عارفه دي ظالميني حتى في المرتب، بس انت عايش بالمرتب، بس من غير المرتب في الوقت الحالي دوت الحياه هتبقى جحيم. بصوا على النقطه دي. بس انت على الاقل ليك زمايل ممكن يكون واحد فيهم محترم، بس انت على الاقل ما بتشتغلش شغلانه فيها مجهود زي مثلا الناس اللي بتشتغل في العتاله وفي البنى وواقفين تحت الشمس وواقفين مش عارفه ايه. انت على الاقل بتشتغل شغلانه شويه ادميه. بص على الحته دي. بص على مراتك دي فيها وفيها وفيها وفيها، بس واخده بالها منك، واخده بالها من ولادها، وولادها متربين زي الفل وبيتها زي الفل وترميها في اي حته وانت ضامن من حسن اخلاقها وي وي وي. لا انا مش هعمل لها اللي انت بتقولي عليه لحسن خاطر تفتكر ان انا كده راضي عنها. يا عم ما ترضى عنها، ما ترضى عنها. احنا بنخاف يا جماعه نبسط بعض، ودي اكبر المشاكل اللي بقابلها في العلاقات. الناس بتخاف تبسط بعض. لا تفتكر ان احنا راضيين عن بعض، لا تفتكر ان انا موافق على اللي هي بتعمله، لا. وفي الاخر يعيشوا ويموتوا وهما ما ادوش فرصه لبعض ان هما يعيشوا لحظه كويسه، لان هما بيعندوا في بعض. الناس اللي راجعه الشغل وهي حاسه ان هي راجعه لحكم الاعدام، تيجي تساله طب اتبسطت في الاجازه؟ يقول لك ولا عملت اي حاجه. طب ليه؟ اعمل ايه ومفيش حاجه، واعمل ايه والعيال والزن والفلوس تعرف ان هو اصلا مفهوم الانبساط مش موجود عنده. هو رافض ينبسط في اي حاجه، رافض ينبسط في علاقه، لا رافض ينبسط في شغل، رافض ينبسط في الحياه كلها. تعرف ان المشكله موجوده فيه. انا اعرف الناس اللي مش عايزه ترجع الشغل دي كانت مستمتعه في الاجازه. اعرف جدا وجدا ومؤمنه جدا ان الستات من اكتر الناس اللي مش عايزه ترجع الشغل من حقها، لان الست حقيقي حقيقي مكانها، انا رايي كده ان هي موجوده في بيتها والشغل ده مرمطه للست. افهم كده جدا، وافهم ان هي تبقى قاعده في بيتها مرتاحه، حتى لو كانت اشترت اشغال شقه في البيت، تنظيف وكنس ومسح وغسيل وتطبيق غسيل واكل ومش عارفه ايه لاولادها، بس في الاخر ده مكانها الطبيعي. فاعرف ان هي رغم كل اللي تعبته في اجازه الاجازه اللي هي قعدت فيها، مقارنه بان هي ترجع الشغل، لا تحب ان هي تقعد في البيت وتعمل المجهود اللي بتعمله ده في البيت احسن ما تعمله بره في الشغل. افهم ده جدا، لكن ما افهمش ده في الرجاله. وخصوصا ان هو بيبقى قاعد ما بيعملش حاجه في الاجازه، ما راحش المالديف مثلا اتبسط يعني. فارجع اقول انت محتاج تقيم حياتك كلها. انت محتاج تشوف ايه اللي بيبسطك بجد وايه اللي ما بيبسطكش. على فكره احنا لو سالنا الرجاله دول انت ايه اكتر حاجه بتبسطك، كتير منهم مش هيعرف يرد، او كتير منه هيجيب حاجات هلاميه من وراء الطبيعه، حاجات غير قابله للتحقيق، حاجات بيصعب على نفسه بيها الحياه. رغم ان الحياه فيها حاجات كتيره جدا بسيطه ممكن تبسط بجد لو الواحد رضي، ولو الواحد استشعر النعمه اللي جواه والنعمه اللي هو فيها. شايفه فرحه اهل غزه لان المخابز رجعت اشتغلت تاني، وفرحتهم بكيس العيش. اصل يا جماعه اللي بيحصل ده تربيه لينا وليهم، واحنا لو ما تربناش في الاحداث دي يبقى احنا عندنا مشكله كبيره.
فكرة استشعار أبسط النعم، وهي رغيف عيش. استشعار نعمة البيت، استشعار نعمة الولاد، استشعار نعمة الزوجة مهما كان اللي فيها، استشعار ان انا لسه عندي فرصة وامل ان انا اصلح ما بيني وما بينها، استشعار نعمة ان في شغل فتح بيتي وساترني في وقت في الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها. في ناس كتير جدا اتسرحت من شغلها وما بقتش لاقي حاجة تستر نفسها بيها قدام ولادها ومراتها. استشعار نعمة الامن، ما انا لما استشعر النعمة هبتدي احمد ربنا عليها، ولما احمد ربنا عليها البركة هتزيد، ولما البركة تزيد هتبسط وهرضى وهبسط اللي حواليا واحاول ان انا ارضيهم. الحمد لله على وجود شغل، الحمد لله على وجود بيت، الحمد لله على وجود ولاد في صحة وعافية، الحمد لله ان انت مش بتجري بيهم على الدكاترة، الحمد لله على وجود زوجة واخدة بالها منك وصيناك وحافظاك، الحمد لله على وجود جوزك بكل اللي فيه، حتى لو اللي فيه ده هو حاجات انت شايفاها كتيرة سلبية، بس تخيلي نفسك أرملة لوحدك من غيره. دايما لما بقول الكلام ده الناس بتزعل، بس ليه نزعل؟ الموت علينا حق. تخيلي نفسك أرملة من غيره، يا هرتاح. متهيألك انت مش متخيلة نعمة وجوده في الحياة شكلها عامل ازاي مهما كان. انت مش متخيلة العالم ازاي قاسي على ست لوحدها، مش متخيلة ازاي العالم قاسي على ست بتربي لوحدها، مش متخيلة الحاجات البسيطة اللي بيعملها دي قد ايه بتخلي الحياة فيها عواميد تسندي عليها. احنا لازم نستشعر النعم دي كلها عشان خاطر نعرف نتعامل مع الحياة، ونستشعر نعمة ان احنا عندنا شغل مدينا اجازة. على فكرة في اشغال كتير جدا ممكن ما تاخدش فيها اجازة طويلة. الحمد لله ان احنا اصلا موجودين في اماكن كمان بتدينا اجازة في مناسباتنا الدينية. انت ممكن تكون عايش في اوروبا والعيد بالنسبة لك يبقى يوم عمل عادي. الحمد لله على حاجات كتيرة قوي علمتنا غزة ولسه بتعلمنا، فاحنا لازم نتعلم. ولو ما تعلمناش وسط كل اللي بيحصل ده يبقى احنا عندنا خلل كبير جدا. علمتنا غزة استشعار ابسط النعم. الحمد لله على نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. المرة الجاية لما ناخد اجازة نحاول نتبسط بيها على قد ما نقدر، ولما نرجع للشغل اكيد هيبقى مش مريح زي الاجازة، بس اكيد هنحس الحمد لله ان انا قادر يبقى فيا صحة اقوم البس، الحمد لله ان في لبس البسه، الحمد لله ان في وسيلة مواصلات بتوصلني لغاية الشغل، الحمد لله ان في شغل محترم ساترني، والحمد لله ان انا مستور وسط الناس، سمعتي كويسة، مانيش راجل مرتشي ولا راجل حرامي ولا راجل اخلاقه مش كويسة ولا. والحمد لله ان انا قادر قدام ولادي انزل اروح شغل ما يقولوش بابا عاطل وقاعد ما عندوش شغل. الحمد لله ان ولادي بيتفشخروا كده ويفتخروا بيا قدام الناس، يفتخروا ان انا شغلتي كذا، مانيش قاعد زي ما بقول لكم عاطل ما عنديش شغل. الحمد لله على تفاصيل كثيرة جدا جدا محتاجين ان احنا نستشعرها. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، والحمد لله انه ما بينسناش. الحمد لله على جميل ستره. سيبكم دلوقتي في رعاية الله. السلام عليكم.